كتير قوي مننا بيوصل لهدفه في الدايت ويفرح، بس يكتشف إن التحدي الحقيقي، المعركة الكبيرة، بتبدأ أول ما الدايت يخلص. في الشرح ده هنفك الشفرة إزاي نخرج من الدايت صح ونحافظ على النتيجة اللي تعبنا فيها دي بجد. وده يمكن أكتر سؤال محبط ومؤلم بيواجه أي حد عمل دايت. توصل للوزن اللي بتحلم بيه وبعد كام شهر تلاقي كل المجهود ده راح في الهوا. إيه السبب العلمي ورا اللغز ده؟ يلا بينا نعرف. المشكلة أبداً مش في خسارة الوزن، لا، المشكلة الحقيقية هي إزاي نحافظ على النتيجة دي. تأثير اليويو ده هو اللي بيخلي رحلة الدايت كأنها دايرة مقفولة، بنلف فيها، نخس ونرجع نزيد ونخس ونزيد. طيب، إيه بقى الغلطة الكبيرة، الغلطة الشائعة قوي اللي أغلبنا بيقع فيها أول ما الدايت يخلص؟ خلينا ندخل في تفاصيل اللي بيحصل جوه الجسم عشان نفهم القصة. تخيلوا معايا السيناريو ده. الجسم اللي بدأ الدايت كان متعود ياكل مثلا 3000 سعر حراري في اليوم، لكن الجسم اللي خلص الدايت ده جسم تاني خالص، بقى متأقلم إنه يعيش على 1500 سعر بس. والأهم من كل ده إن مكنة الحرق بتاعته نفسها بقت أبطأ. لما الجسم ده بقى اللي هو خلاص دخل في وضع توفير الطاقة يتفاجئ فجأة بكميات أكل كبيرة مرة واحدة، بتحصل صدمة. الحرق البطيء ده مش بيقدر يتعامل مع فيضان السعرات ده، والنتيجة كل الزيادة دي بتتخزن على طول في شكل دهون فوراً. طيب، ليه أصلاً الحرق بيقل بالشكل المرعب ده بعد الدايت؟ الموضوع مش صدفة خالص، في 3 أسباب علمية رئيسية بتحصل جوه الجسم. ال3 عوامل دول هم اللي بيخلوا الجسم في حالة تأهب لتخزين الدهون بعد الدايت. يلا بينا نمسك كل واحد منهم ونشوف معناه إيه بالظبط. ببساطة شديدة، الجسم ذكي جدا. لما بيحس إن الأكل قليل لفترة طويلة بيتعلم إزاي يوفر في الطاقة. يعني إيه؟ يعني بيعمل نفس المجهود اللي كان بيعمله زمان بس بسعرات أقل. دي آلية بقاء طبيعية جدا عشان يحمي نفسه. ودي نقطة حاسمة ومهمة قوي. العضلات هي اللي بتحرق السعرات حتى وإحنا قاعدين مرتاحين، فلما بنخسر جزء منها في الدايت، وده بيحصل، كأننا بالظبط بنطفي جزء من ماكينة الحرق اللي في الجسم. وهنا بقى الكلام بيكبر. بعد الدايت بيحصل لخبطة كبيرة في الهرمونات. هرمون الشبع اللي اسمه الليبتين مستواه بينزل في الأرض، وفي المقابل هرمون الجوع اللي اسمه الجرالين بيعلى للسما. النتيجة شعور دائم بالجوع ورغبة قوية في الأكل، وده بيخلي التحكم في كمية الأكل مهمة شبه مستحيلة. بعد ما فهمنا المشكلة وأسبابها العلمية، أكيد في حل، والحل ده اسمه الريفرس دايت. وهو على فكرة مش دايت جديد، لكنه فترة تعافي ذكية ومخطط لها. الفكرة كلها إننا بنعمل إعادة تأهيل لعملية الحرق. بدل ما نصدم الجسم ونرجعه لعاداته القديمة، بنبدأ ندربه من جديد. ندربه إزاي يتعامل مع سعرات أعلى، خطوة بخطوة. بنديله فرصة يستعيد قوته ويعلي حرقه تاني، بس بهدوء وبذكاء. كلام جميل جدا، بس إزاي نطبقه عملياً؟ الموضوع بيتم على 4 مراحل واضحة ومحددة بتضمن إننا نوصل لأفضل النتائج الممكنة. الخريطة دي بتوضح الرحلة كلها. هنبدأ بالتقييم عشان نعرف نقطة البداية بتاعتنا فين، بعدين مرحلة الزيادة التدريجية ودي هي قلب الموضوع كله، وطول الوقت في متابعة وتعديل، وأخيراً مرحلة التثبيت. وهنا بقى سر النجاح كله. الزيادة بتكون صغيرة جدا ومحسوبة. بنتكلم في من 80 ل 100 سعر حراري زيادة كل أسبوع أو أسبوعين. يعني حرفيا بنتكلم في تفاحة زيادة أو علبة زبادي. الزيادة البطيئة دي هي اللي بتدي إشارة للجسم اطمن، الأكل متوفر، ممكن ترجع تحرق تاني بأمان من غير ما يخاف ويرجع يخزن دهون. والزيادة دي مش أي زيادة وخلاص. التركيز الأكبر حوالي 70% منها بيكون على الكربوهيدرات النظيفة زي الشوفان والبطاطا والرز. طب ليه؟ عشان نعبي مخازن الطاقة ونحسن الأداء في التمرين. وال30% الباقيين بيكونوا بروتين ودهون صحية عشان ندعم بناء العضلات ووظائف الجسم الحيوية. خلينا ناخد مثال عملي عشان الصورة تبقى أوضح. لو شخص خلص الدايت بتاعه على 1800 سعر حراري، في أول أسبوعين ممكن يزود 100 سعر بس، يعني يوصل ل 1900. ال100 سعر دول ممكن يكونوا حاجة بسيطة جدا زي ربع رغيف أسمر وعلبة زبادي، وبعد أسبوعين يزود 100 تانيين ويوصل ل 2000، وهكذا. العملية تدريجية ومريحة جدا لحد ما يوصل لمعدل الحرق الطبيعي بتاعه من غير ما يزيد أي دهون تقريبا. الصورة دي بتلخص الفرق كله ببراعة. الطريق العشوائي بتاع يلا ناكل أي حاجة بيؤدي للفوضى وزيادة الدهون واحتباس المية، بينما الطريق الاستراتيجي بيؤدي للتعافي واستقرار الوزن، والأهم من كل ده تحسن ملحوظ في مستويات الطاقة والصحة العامة. طيب، هل الريفرس دايت ده لكل الناس؟ هو بصراحة مفيد لأي حد خارج من دايت،
لكنه يعتبر ضرورة حيوية لفئات معينة بالذات. أي حد خلص دايت طويل وقاسي، الرياضيين بعد فترات التنشيف، أو حتى الناس اللي وصلت لهدفها بس حاسة إن طاقتها خلصانة وجسمها مرهق وتعبان. تمام. عشان ننجح في تطبيق الاستراتيجية دي ونحولها بجد لأسلوب حياة، في كم مبدأ أساسي لازم نمشي عليهم. ال3 نقط دول هم خلاصة الموضوع كله. أولاً، الصبر، لأن الجسم محتاج وقت عشان يتعافى، الموضوع مش سباق. تانياً، المتابعة، لازم نسجل الأكل والوزن عشان نعرف إحنا ماشيين صح ولا محتاجين نعدل الخطة. والأهم من كل ده، الثقة في العملية، نثق إن الطريقة دي هتجيب نتيجة. الجملة دي بتلخص فلسفة الموضوع كله. الريفيرس دايت مش نهاية الطريق، ده بداية الحياة الطبيعية. الهدف مش إننا نعيش في حرمان دايم، لأ، الهدف هو الوصول لحرية الأكل، إننا ناكل اللي بنحبه باعتدال ومن غير خوف، وفي نفس الوقت نحافظ على صحتنا وشكل جسمنا. وإزاي نعرف إننا ماشيين صح؟ الجسم هيبعت إشارات واضحة جداً. هنلاقي الطاقة أعلى في التمرين، جودة النوم بتتحسن، الشعور بالجوع المستمر بيقل، والأهم شكل الجسم نفسه بيتحسن حتى لو الوزن على الميزان ثابت أو بيزيد زيادة بسيطة جداً. وهنا بنوصل للسؤال الأهم: إزاي استراتيجية زي دي ممكن تساعد في إعادة صياغة مفهوم اللياقة البدنية؟ إزاي ممكن تحولها من مجرد حل مؤقت وعقاب لرحلة ممتعة ومستدامة بنستمتع بيها كل يوم في حياتنا؟